الحسد خلاص بعد الفيديو ده مفيش حسد، اوعدك ان شاء الله. بعد الفيديو ده عمرك ما هتحسدي ابدا. هنتكلم في الفيديو ده عن الحسد وعلاج الحسد واعراضه، كل حاجه ان شاء الله. اسمعي الفيديو للاخر ان شاء الله استفادي كتير. انا غادة عرابي، دي قناتي قناه الستات في مصر، اهلا بيكي. نبدا اول حاجه باعراض الحسد. دايما بنحس زي ما بيقولوا كده، زي ما بسمع عن او شفت حاجات كتيرة بتتكلم عن اعراض الحسد. منها الوجع في الجسم، وجع العظم، منها الصداع، منها الزهق، منها ان تبقى نفسك مسدودة عن كل حاجة، مش عايزة تعملي اي حاجة. تعب بدني، تعب صداع زي ما قلت، نفسك مسدودة مش قادرة تعملي اي حاجة، اكتئاب. كل دي حاجات ضيقة في الصدر. زهقانه، متضايقه، كسلانه، مش قادره تعملي حاجه. كل دي اعراض. كمان في اعراض تانية كمان سمعت عنها، ان مثلا بخصوصا ان احنا في الصيف النمل كتير في البيت، ده معناه ان البيت ده محسود. دي حاجات انا برضو قريتها وسمعت عنها. طبعا كل الكلام ده يعني مش مظبوط. هنعرف الوقت ازاي بكل بساطة ان دي مش اعراض الحسد خالص، وملهاش دعوة بالحسد خالص. اسمعي الفيديو للاخر. انا عارفة ان في ناس كتير هتعترض على الكلام دون. اتمنى اشوف رأيكم في التعليقات. لو عندكم اي حاجة تانية، اي رأي تاني، اتمنى اشوف التعليقات. بس مش هي دي اعراض الحسد خالص. بمنتهى البساطة هقولك ليه. لان النمل دايما موجود في الصيف، مش موجود في الشتاء. طبعا دي حاجة معروفة جدا، ان في الشتاء مبقاش في نمل، وفي الصيف النمل كتير. يعني معنى كده ان احنا بنتحسد في الصيف ومش هنتحسد في الشتاء؟ طبعا كلام ما يعقلش. يعني اللي بيحسد انسان ما بيفرقش اكيد، يعني كان احنا في الصيف ولا في الشتاء. فطبعا دي نقطة بعيدة خالص عن موضوع الحسد. تاني حاجة بالنسبة لأعراض الوجع في الجسم زي ما قريت كده، والصداع والزهق والحاجات دي، الحاجات دي ملهاش دعوة خالص برضو بالحسد. لأن ممكن يكون عندك اكتئاب، نقص فيتامين بيعمل اكتئاب. في حاجات تانية برضو. يعني احنا لازم الأول نشوف صحتنا، نهتم بصحتنا، وبعدين نفكر ان احنا محسودين ولا لا. ازاي يعني الكلام ده؟ انا بتكلم على فكرة كلامي مش مرتب خالص، بس انا حبيت ان انا اتكلم معاكم كأني بتكلم، يعني كأني بسجل مباشر. الكلام مش مترتب، علشان انا الموضوع ده وانا عايزة ان انا اوصله لكم ونتخلص فعلا من موضوع الحسد او الفكر ان احنا دايما محسودين محسودين محسودين. الكلام ده مش صح خالص. ممكن يكون جسمك بيوجعك، عندك نقص في فيتامين الأعصاب، ممكن عندك صداع، ممكن الجيوب الأنفية، ممكن النظر فيه حاجة. يعني آخر حاجة إن احنا نقولها إن احنا محسودين. لازم ندور على الأسباب الأول، لأن انت لو دخلتي في دايرة الحسد دي مش هتخلصي. ازاي؟ يعني انت لو دخلتي أعراض الحسد، جسمي بيوجعني ونظري ومش شايفة وعندي صداع ونفسي مسدودة، هتبص تلاقي نفسك دخلتي في متاهة، ودخلتي في حاجات هتتعبي زيادة وهتعي زيادة، وانت معالجتيش نفسك. هتلاقي نفسك فعلا جالك اكتئاب. العظم اللي بيوجعك ده ممكن يكون عندك نقص كالسيوم، نقص فيتامين. يبقى انت مشيتي ورا الحسد، معالجتيش نفسك، صحتك هتتدهور زيادة، وهتمشي بقى ورا الحسد. العين كل ده الكلام ده ملوش اي حاجة خالص. بدليل، انا عارفة ان كلام مش مرتب، بس انا بقولك بدليل مثلا ان في ناس كتيرة بتنزل فيديوهات عن مثلا طريقة حياتها، ومثلا الممثلين الفنانين المشهورين، اي حد مشهور يعني بيجيب لك حياته، بيجيب لك هو عايش في ايه وكده. هل ده ما بيتحسدش؟ هل الناس لما بتشوف الفيديوهات دي ما بتحسدوش؟ هل ملوش قرايب بيحسدوه؟ ملوش اي حد اصدقاء بيحسدوه؟ طب ما هم بيجرالوش حاجة، ما فيش حاجة بتحصل له خالص. يبقى معنى كده ان الحسد ما بيتعبش للدرجة اللي احنا فاكرينها. يعني احنا بنفكر ان الحسد ده ممكن يموتنا، ممكن يتعب، يعني يجيب لنا امراض، لا 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 لا. في دليل تاني كمان ان هو الحسد ما ذكرش في القرآن. طبعا انا مش بتكلم في ناحية الدين، لان أنا طبعا مش معرفش قوي يعني في الحاجات الدينية. الحاجات الدينية دي طبعا ليها شيوخ وليها ناسها،
بس انا بتكلم من معرفتي يعني، حاجات بسيطة كده، ان الحسد ما ذكرش مثلا الا مرة ومرتين ثلاثة في القرآن. يعني معنى كده ان هو مش حاجة جامدة قوي ان الناس تخاف منه للدرجة دي. ده في ناس بتعلق فشلها كله على موضوع الحسد. يعني مثلا بنتها مثلا ما نجحتش او ما جابتش مجموع، تقول لك اتحسدت اصل جارتنا شافتها وهي رايحه تمتحن قالت لها انت شاطره وده انت ممتازه هتجيبي درجه كبيره وانت. ياخدوا الكلام ده على انها حسدتها. طب ما هي يمكن هي بتشجعها، هي يعني حسدتها وهي رايحه الامتحان ما حلتش كويس، يبقى هي كده جارتها مثلا حسدتها. وحطي على ده بقى الموضوع ده، قيسي بيه اي حاجه في حياتنا. لدرجة ان وصلت كمان ان في ناس تفكر ان اخواتها بيحسدوها. شفتوا موضوع الحسد وصلت لحد فين؟ وصل لحد فين الحسد؟ ان الاخوات بقوا يفكروا ان هما بيحسدوا بعض. طبعا ما بقاش في صلة رحم زي الاول. الحسد، موضوع الحسد ده موضوع كبير جدا، خلى الناس تقطع صلتها ببعض. خلى مفيش ترابط زي الاول. لان انت لما مثلا تشوفي جارتك مثلا وتقعدي، موضوع تاني كمان اتكلم فيه، اللي هو اللي في ناس تقعد تقول 5/15 النهارده الخميس مش عارفه ايه الكلام ده كله، ان ده بقى ايه هيمنع الحسد. طبعا لما تقابلي جارتك او اختك او اي حاجه وتقعدي تقولي قدامها الخميس 15، تخترع اي حاجه فيها 5 و15، طب ما انت كده هتخليها ما تكلمكيش تاني. مره على مره تقول طب انا هحسدها على ايه مثلا يعني، وما تكلمكيش تاني. يبقى انت كده عملتي قطع صلة رحم. قطع صلة رحم. آه، صلتك بالجيران هتبقى مش كويسة، بسبب ان انت حاطة في دماغك خيالات ان جارتك مثلا قابلتك في مرة وقالت لك كلمة حلوة، او قالت لك ايه ده الجمال ده بتاع، وانت مثلا رحتي ايه متكعبلة واقعة على السلم مثلا. يبقى انت كده الجارة دي حسدتك. طبعا الكلام ده كله ملوش اي لازمه. ولو حطيتي في دماغك موضوع الحسد ده، هتلاقي ان في ناس بتفكر ان كل الناس بتحسدها من كتر ما هي ده حسد دي حسدتني. حياتها كلها هتتشقلب، وحياتها كلها هتتملي. يعني هي بقى تبص تلاقي نفسها تعبت، وتعبت نفسها وتعبت نفسيتها في اوهام في دماغها. يعني ممكن الجاره دي اصلا هي بتجبر بخاطرك، بتقولك انت اموره وكده، بتجبر بخاطرك مثلا انت حلوه وبتاع. انت خدتي الموضوع على كلام تاني على انه الحسد، وهي مش في دماغها خالص. وانت ممكن تفكري مثلا في ناس بيحسدوكوا وانت مش في دماغهم اصلا. فليه احنا نعقد نفسنا ونطلع ولادنا كمان يعلقوا كل اخطائهم على شماعة الحسد؟ ازاي ما جابش مجموع حلو في الامتحان ومش عارف يقولك اصلا انا اتحسدت. طبعا انت خلاص انت خدتي انت يقين ان هو فعلا اتحسد. هو لا حسد ولا حاجة. في مثلا ولادهم مثلا بيبقوا ايه ممتازين في كل المراحل الدراسيه، ويجي يوصلوا للجامعه يفشلوا، تقول لك ايه ده اتحسد عشان بقى كان ممتاز وكده الناس حسدته. لا، هو ممكن يكون كان ملتزم جدا بالدراسه وكده، ولما دخل الجامعه مجتمع مفتوح، فابتدى بقى ان هو يتعرف على دي ويتعرف على ده يعني ايه، ابتدى بقى ان هو ايه ما يلتفتش للمذاكره ويعيش بقى الحياه ديا وكده، ان هو ما يهتمش بمذاكرته زي الاول. فهو ده اللي خلاه فشل، مش عشان هو اتحسد. فدايما نخلي الحسد ده اخر حاجه نفكر فيها. وحتى لو الانسان محسود اقول لك علاجه برضو. العلاج موجود عندنا في القران، مش محتاج اي حاجه. تقري معوذتين بس، زي ما ربنا قال قل اعوذ برب الفلق. قولي كده، قولي القران المعوذتين قوليهم، واتكلي على الله. متفكريش في الحسد خالص، ما تبنيش حياتك خالص على الحسد. شيليه من دماغك عشان تعيشي بقية حياتك. وبعدين هنتكلم بعد كده. انا مسميه قناتي على فكره الستات في مصر ده لسبب ان انا في القناه هتكلم عن، انا طبعا ليا طبخات وليا طبخ وحاجات روتين وكده، وهتكلم في كل حاجه تهم الست المصريه. هتكلم بعد كده في فيديوهات ازاي تهتم بنفسك وازاي تعالجي نفسك. سيبك من الحسد خالص، ان انت تقولي انا محسوده، جسمي بيوجعني انا محسوده، لا عندي صداع انا محسوده. لا، ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه، مش راضيه اطول الفيديو ده عن كده، الفيديوهات اللي جايه هنتكلم عن علاج كل حاجه، ازاي تعالجي الاكتئاب اللي عندك، ازاي تبقى نفسك مفتوحه في شغل البيت. وعلى فكره الفيديوهات دي كلها عندي في القناه، ان شاء الله تكون تتفرجي عليها. ولو عجبك الفيديو اتمنى تعملي لايك، تشتركي في القناه، وعايز اشوف رايكم في التعليقات، هل كلامي صح ولا غلط. وكلام الحسد لسه برضو، موضوع الحسد ده موضوع كبير، لان انا ما لحقتش اتكلم في كل حاجه. زي ما قلت لك انا بتكلم كده
مش محضرة اي كلام. ان شاء الله هنكمل كلامنا بعد كده عن الحسد، لان الموضوع كبير جدا. ان شاء الله بعد كده بعد الفيديو ده ان شاء الله مش هتحسدي ابدا. واتمنى تعملي لايك واشتراك في